لو حبيت ولد مسلم بصوا حبايب، بصوا حبايب، الولاد البنات الصغيرين بالذات في سنكم الصغير ده بتبقى العاطفة جديدة. يعني اللي عنده 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة غير اللي عنده 15 و16. العاطفة جديدة وبتتحرك بسرعة. خلي بالكم من الجملة اللي هقولها دلوقتي. في بنات كتير ظروفهم العائلية صعبة، فمحتاجين حنان واهتمام، مش لاقيين الحنان والاهتمام ده في البيت. زي أنا دايما بحكي قصة، يمكن القصة دي ليها 20 سنة أو أكتر. بنت مشيت مع واحد مسلم وسابت البيت، يعني قعدت تحب في الولد المسلم، سابت البيت. أهلها كانوا من الصعيد، بس كانوا في حتة في محافظة القليوبية كده، يعني مش عايز أقول فين، طبعا أنا عارف فين كويس أوي. فجم الكاتدرائية وعملوا زيطة ما بعدها زيطة، وعملوا زي يعني ما مشيوش. فأنا طبعا قعدت أتكلم المسؤولين لغاية ما جبنا البنت بعد 36 ساعة. وفي 36 ساعة ما مشوش من الكاتدرائية، كانوا قاعدين في الجنينة أعداد. ساعتها المسؤول اللي في الدولة يعني قال لي بعت لي حد من طرفك، ما تبعتليش حد من عيلتها. حاضر. راح له أبونا حبيب جرجس حي يرزق، قلت له لما تجيب البنت هاتها لي في المقر في الأول. جابها، وأنا قلت لها يا بنتي دوختينا، أهلك بره في الجنينة ليهم 36 ساعة وعملتي لنا قلق. ما ردتش عليا، راحت ايه آسف يعني، راحت رفع الكم بتاعها كده، الكم بتاع دراعها الشمال في آثار كوي. قالت لي شايف؟ قلت لها شايف. قالت لي أبويا كان بيكويني مش بيضربني بالقلم، بيكويني، وادي اثار المكوى اهي، كان بيكويها باسياخ. فقالت لي هو ده كان بيتي. فالولد المسلم ده ضحك لي، فانا اترميت في صدره بنفس اللفظ. يعني انا بقول الالفاظ اللي قالتها البنت بالظبط. بنت كانت واعيه قوي، مواد بنت تبقى سوري عبيطه، انا اسف يعني عبيطه يضحك عليها كده. دي كانت واعيه قوي. فقالت لي هو ده بيتي. الواد ضحك لي، اترميت في صدره. هي جابت من الاخر يعني. المهم قالت لي عشان كده فلان بيه قال لك ما تبعتش حد من اهلها، مش قال نيافتك كده؟ قلت لها ايوه قال لي كده. قال لي عشان كده قال لك ما تبعتش حد من اهلها، ابعت حد من طرفك. فكتير بنات بيبقى ظروفهم في البيت صعبة جدا. فالولد المسلم لما بيضحك لهم بيترموا بصدره زي ما قالت البنت دي كده. اسف في اللفظ يعني، ده لفظ غلط، مفيش حاجة اسمها بنت تترمي بصدر ولد. عشان كده يا حبايب طبعا البنت دي مش عايز اقول لكم عملنا ايه لغاية ما حد استلمها من اهلها.
دي دوختنا. وانا برضو كنت متعاطف معاها. لا، لما ابوها كواها هسلمها لابوها تاني؟ هيكويها تاني. ولذلك ما ينفعش يا حبيبتي تكلمي حد مسلم. هيلعب بيكي وعلى حسب بقى انتي طيبة ولا فاهمة، انما هيلعب بيكي. وبعد ما يلعب بيكي ويسيطر على عاطفتك او ما اكثر من عاطفتك، هتبكي دم، مش هتبكي دموع، هتبكي دم. ليه يا حبيبتي؟ ليه يا بابا؟ انتي المفروض انك تشبعي بربنا اولا، ثم من خلال اهلك وصاحباتك. ولما تتعبي من حاجة تقولي لابونا في الكنيسة، ابونا يقويكي. انما ليه يا بنتي؟ ليه تحكمي على نفسك بالدمار؟ انت عشان تكلمي ولد مسلم انت بتحكمي على نفسك بالدمار. ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ يعني فكري. وبعد ما بتكلمي الولد مسلم انت فرحانة بشوية المشاعر اللي بتاخديهم منه، والمشاعر هتمتد إلى ما هو أخطر من هذا. وبعدين بدل ما هتبكي بالدموع هتبكي دم. اسألي أي واحدة مشيت في الطريق ده قبل كده ايه اللي جرالها.